في عندي قاعدة اسمها الداس بيرفكت. خلاص كده، في عندي قاعدة اسمها الداس بيرفكت او المضارع التام. خلاص، المضارع التام. طب ايه فكرة المضارع التام، او ايه فكرة القاعدة دي؟ انا هنا بتكلم على حاجة انا عملتها في الماضي. حاجة انا عملتها في الماضي، يعني هنا في فعل حصل. تمام كده. هنا في فعل اساسي حصل عندي، ولكن الفعل ده حصل في الماضي. تمام كده. يعني انا القاعده دي بتكلم او بستخدمها لما بتكلم على حاجه انا عملتها في الماضي. يعني هنا في فعل اساسي في الجمله، ولكن الفعل ده حصل في الماضي. خلاص كده. بالبلدي كده انا بتكلم على جمله فعليه، ولكن الجمله الفعليه دي حصلت في الماضي. يعني انا دلوقتي مثلا بقول لك انا باكل بيتزا. انا باكل بيتزا. خلاص كده. طب لو انا عايز اتكلم في الماضي يبقى هقول لك انا كلت بيتزا. هي دي فكرة القاعدة بتاعت النهاردة، او فكرة الايه المضارع التام. خلاص، لازم يكون جملة فعلية، ولكن الجملة دي حصلت فين؟ في الماضي، مش حصلت دلوقتي. خلاص كده. زي ايه؟ زي انا عملت الواجب. انا عملت الواجب وخلصت. انا كلت بيتزا وخلصت. انا اتعلمت الماني امبارح. انا اتعلمت الماني وخلصت. تمام كده. هو سافر المانيا الاسبوع اللي فات. هو سافر وخلاص كده، ايه، وخلاص ومشي. تمام كده. هنا انا اشتريت موبايل. هنا انا اشتريت ايه؟ موبايل. انا هنا اشتريت وخلاص. تمام كده. يبقى انا كل الجمل دي هي جمل فعليه، ولكن الفكره بتاعتها ان هي ايه؟ ان هي حصلت في الماضي، مش حصلت في الوقت اللي هو ساعه ايه ما انا بتكلم. ولو انت لاحظت هتلاقي ان كل الجمله دي هي كلها عباره عن ايه؟ عن افعال، ولكن الافعال دي حصلت ايه؟ في الماضي. تمام كده. تمام الجزئيه دي. تمام ماشي. الجزئيه دي. اه تمام. تمام. شباب. معلش يا تمام بس تمام. ممكن تعيد الحته ديت بس داخل. تمام. اهي. طيب. ايه. المضارع التام ده بقى بيتكون من ايه؟ يعني ايه تكوين القاعده دي؟ يعني القاعده دي انا لما دلوقتي بستخدمها، او انا عايز اتكلم على حاجه حصلت في الماضي، ايه تكوين القاعده دي؟ بص يا سيدي، القاعده دي انت اول حاجه لازم تحط لي الفعل اللي هو عندك في الجمله. خلاص كده. الفعل اللي عندك في الجمله. رقم اتنين، بنستخدم فعل زاين او فعل هابن والتصريفات بتاعتهم. يعني هقول ايش بين، ايش هابه. خلاص، دو بيست، دو هاست، وهكذا. خلاص، هناخد عليها امثله دلوقتي، بس انت اعمل حسابك ان احنا هنا بنحط فعل مساعد. الفعل المساعد ده اما يكون زاين بتصريفاته، او هابن بتصرفاته. يعني احنا بنشوف فيرب زاين او فعل زاين اللي احنا خدناه في الجمله الاسميه، وبنصرفه مع مين؟ مع الفعل اللي موجود. او هابن وبنصرف هابن مع الفعل اللي موجود. خلاص كده. يبقى ادي رقم واحد الفاعل. بعد كده فعل مساعد. طيب بالنسبه بقى للفعل الاساسي، الفعل الاساسي بقى اللي هو انت اصلا عملته في الماضي. 90% من الافعال بنطبق عليها القاعده دي. بنجيب اصل الفعل. يعني ايه اصل الفعل؟ يعني الفعل من غير الاي ان. الفعل من غير الاي ان، وبنحط قبل منه الجي اي، وبنحط بعده التي او الان، وغالبا بنحط التي. خلاص كده. اعيد تاني تكوين الجمله في ايه في حاله المضارع التام. يعني ايه في حاله المضارع التام؟ يعني انا دلوقتي بتكلم على حاجه او على فعل او حاجه انا عملتها، ولكن في الماضي، والحاجه دي انتهت وخلاص. بجيب الفاعل بتاعي ايا كان بقى الفاعل بتاعي. خلاص كده. وبستخدم فعل مساعد. الفعل المساعد ده اما يكون زاين او يكون هابن. خلاص كده. وهقول لك امتى تستخدم زاين وامتى تستخدم هابن. بعد كده الفعل بقى ايه اللي انت عملته؟ الفعل اللي انا عملته ده بيبقى في اخر الجمله. يعني ممكن يكون هنا في حاجه، يعني ممكن يكون في تكمله جمله هنا. المهم ان انت عندك الفعل اللي انت عملته ده بنوديه فين؟ اخر الجمله. طيب تمام. الفعل ده احنا بنعمل فيه ايه؟ بنحذف منه الاي ان، بنشيل منه الاي ان. خلاص كده. بنستخدم اصل الفعل. يعني اصل الفعل يعني الفعل من غير الاي ان. يعني مثلا كلمة كلمة مخن مثلا يعني.
كلمة ماخن. يبقى انا عشان استخدم اصل الفعل بحذف الاي ان اللي ايه، اللي في الاخر. طب تمام، بعمل ايه تاني؟ بعمل ايه تاني؟ بحط جي ايه في الاول، بحط جي ايه في الاول، تمام كده، وان او تي في الاخر. خلاص كده، يبقى هي دي تكون الجمله بتاعه المضارع التام. طيب تمام، امتى انا بقى بستخدم هابن؟ يعني امتى بحط هنا هابن وامتى بحط زاين؟ بص، احنا في عندنا افعال ساكنه وعندنا افعال ايه، متحركه. تمام كده. عندنا افعال ساكنه وعندنا افعال متحركه. اي فعل ساكن، يعني ايه فعل ساكن؟ يعني انا ما اتحركتش من مكان لمكان تاني. خلاص كده. الفعل الساكن ده يعني انا دلوقتي بعمله وانا واقف في مكاني، ما اتحركتش. خلاص كده. فالفعل الساكن ده خلاص بستخدم معاه مين؟ بستخدم معاه هابن. طيب الفعل المتحرك، الفعل المتحرك بستخدم معاه مين؟ زاين. طب يعني ايه فعل متحرك؟ يعني انا دلوقتي اتحركت من النقطة دي رحت النقطة دي. خلاص كده. فانا هنا حصل عندي حركة، انتقلت من مكان لمكان تاني. زي سافرت مثلا، رحت، جيت. خلاص. يبقى الفعل اللي انا بتحرك فيه من نقطة لنقطة تانية ده اسمه فعل متحرك، وبناء عليه بستخدم ايه؟ بستخدم زين. زين بتصريفاته، يعني مثلا ايش بين دو بست ايا است وهكذا. تمام يا شباب. عرفنا امتى بستخدم، امتى بستخدم هابن، امتى بستخدم زين. عرفنا امتى بستخدم هابن، امتى بستخدم زين. تمام. ايوه تمام. طيب. معلش يعني بس، ايه يعني ممكن نعيدها هافين من دوت تاني؟ بيستخدم في الحاجة اللي هي في مكاني متحركتش. اه. تمام، لكن لكن زين اه. اتحركت. ممكن نعيدها بس، زي... نعيدها تاني معلش. طيب انا دلوقتي امتى بحط هنا في المكان ده كده زاين او هابن؟ امتى بستخدم زاين، امتى بستخدم هابن؟ لو انا الفعل، ما احنا لسه هناخد امثله دلوقتي. لو انا الفعل اللي انا بتكلم عليه ده، الفعل اللي انا عملته بقى، ماشي وخلصت منه، الفعل ده انا عملته وانا قاعد في مكاني، يعني انا ما اتحركتش من نقطه لنقطه تانية، يبقى الفعل ده اسمه فعل ساكن. ليه؟ لان انا ما اتحركتش من مكاني. طيب الفعل المتحرك، الافعال المتحركه دي اللي انا بستخدم معاها زي، لا انا اتحركت، يعني مثلا انا قلت لك انا سافرت السعوديه. هو انا لما سافرت كده مش انا اتحركت من نقطه لنقطه تانية؟ مش انا اتحركت من نقطه لنقطه تانية؟ ايوه سافرت، رحت لكن مكان. لا. طيب لو انا جيت قلت لك انا اكلت بيتزا، انا اكلت وخلصت، هو انا اتحركت من مكاني ولا اكلتها وانا قاعد؟ هم؟ كلتها وانا قاعد. تمام كده. طيب يعني ايه الافعال بس معنى الساكنه؟ كلمة زين اصلا ايه يعني؟ طيب هنا انا بقول لك يعني ايه فعل ساكن، يعني انا الحاجه دي عملتها وانا قاعد في مكاني ما اتحركتش. والفعل الساكن ده بياخد مين؟ هابن. بياخد هابن. يعني ايه بياخد هابن؟ هنشوف دلوقتي في الامثله. طب زي ايه الافعال الساكنه؟ انا بقول لك دلوقتي اسن. هو انا دلوقتي اسن ده وانا باكل انا بتحرك من مكاني؟ اسن ده انا بتحرك من مكاني؟ هم؟ لا، ما بتحركش، افضل قاعد وباكل. طب هو بقيه الناس معايا ولا ايه؟ طيب ولا وقف ايوه. التسجيل؟ معاك. لا ما. طيب عندي كوفن، يشتري. هل وانا بشتري دلوقتي انا اتحركت من مكاني؟ عمليه الشراء نفسها اللي هو انت عمال تشتري دلوقتي، وانت بتشتري مش انت اتحركت من مكانك ولا انت واقف عمال تعمل عمليه الشراء؟ واقف بشتري. لا. مخن، يعمل حاجه. ليرنن، يتعلم. خلاص. الحاجات دي كده لما انا عملتها انا ما اتحركتش من مكاني، انا كنت بعملها وانا واقف في مكاني. وبناء عليه احنا هنا بنجيب قبلها مين؟ هابن. خلاص، بنجيب قبلها هابن. طيب انا جيت قلت لك هي هنا كل الافعال دي انا ما احتجتش ان انا اغير مكاني فيها، يعني انا قلت لك انا عملت حاجه وخلاص. تمام. الافعال دي بقى كلها عشان انا ما ادخلكش في سكه الحفظ. اي فعل تعمله وانت واقف في مكانك ما اتحركتش من مكانك ده اعمل حسابك ان هو فعل ساكن. خلاص. طيب تعالوا ناخد مثال. انا هنا بقول لك ich lerne Deutsch. ich lerne Deutsch، انا بتعلم الماني. خلاص كده.
دي جملة المضارع بتاعنا العادية، الجملة العادية اللي هو أنا دلوقتي بتعلم ألماني. طيب أنا عايز أقول لك دلوقتي أنا اتعلمت ألماني، أنا اتعلمت، يبقى أحط هنا مين؟ هابن، صح؟ هحط هنا هابن، صح كده؟ اه يبقى هقول ich habe Deutsch gelernt. ليه قلت habe؟ لأن أنا صرفت haben مع ich، صرفت haben مع ich. طب هنا الفعل lernen إيه اللي حصل فيه؟ الفعل lernen انا حذفت الاي ان اللي في الاخر وحطيت مكانها تي، وجيت في الاول حطيت جي اي. طيب تعالى ناخد مثال تاني. هنا انا بقول لك ich kaufe ein Buch، ich kaufe ein Buch. انا بشتري كتاب. طيب انا عايز اقول لك دلوقتي انا اشتريت كتاب، انا اشتريت الكتاب وخلصت، يبقى عملية الشراء نفسها خلاص. ich habe، ليه قلت ich habe؟ لان عملية الشراء نفسها وانا بشتري انا كنت واقف في مكاني. وبعدين هنا ein Buch gekauft، ليه قلت هنا gekauft؟ عشان انا عندي الفعل kaufen، خلاص الفعل kaufen عملت فيه ايه؟ حذفت الاي ان اللي في الاخر وحطيت اوله جي اي. طيب هنا انا بقول لك ich wohne in Deutschland، انا عايش في المانيا. طب انا عايز اقول لك دلوقتي انا كنت عايش في المانيا، انا كنت عايش في المانيا. هو ثانية واحدة، ممكن أسأل سؤال بس؟ مم. هو احنا دلوقتي طيب هنا انا بقول لك ich habe in Deutschland gewohnt، خلاص انا هنا بقول لك انا كنت عايش في المانيا. ايه اللي حصل هنا في الفعل فونن؟ ايه اللي حصل في الفعل فونن؟ خلاص انا حذفت الاي ان اللي في الاخر وحطيت تي، وهنا حطيت جي اي. خلاص هو ايه نفس الكلام. طب انا عندي هنا عمر lernt Deutsch، عمر lernt Deutsch، عمر بيتعلم الماني. طب هنا ايه اللي حصل في هات؟ ايه اللي حصل في الفعل هابن؟ هنا بقى هات. ليه؟ لان انا صرفت هابن مع عمر، وعمر بياخد ايه، تمام كده؟ يبقى عمر هات دويتش جيليرد. طيب انا عندي هنا مثلا فعل زي مين؟ زي اسن، زي اسن. ليه بقى جيجسن؟ ليه بقى جيجسن؟ طيب الفكره بقى هنا في امتى نحط تي وامتى نحط اي ان الافعال دي حضرتك لازم تتفضل مشكورا تحفظها. خلاص لازم تحفظ كل فعل بالبيرفكت بتاعه. يعني ليرنن يبقى ايه؟ جيليرد. كاوفن جكاوفت. انت اصلا اغلبيه الافعال هتلاقيها اخرها ايه؟ تي واولها جي ايه. خلاص الافعال اللي اخرها ايه ان هي افعال معدوده، افعال مش كتير. وانا هقول لك على الابلكيشن دلوقتي انت ايه، انت ممكن تجيب منه البيرفكت مباشره من غير ما تقعد تحفظ وتعمل. طيب نيجي للنقطه الثانيه اللي هي مين؟ الافعال المتحركه. خلاص النقطة التانية اللي هي ايه؟ الافعال المتحركة. يعني ايه افعال متحركة؟ يعني الفعل ده انا هنا اتحركت من مكاني وانا بعمل الحاجة، انا هنا اتحركت من مكاني وانا بعمل الحاجة. زي جين يذهب، هو يذهب ده مش اتحرك من نقطة راح نقطة تانية؟ يذهب ده مش اتحرك من نقطة راح نقطة تانية؟ ايوه. أيوه. فاغن، فاغن يسافر، مش هنا اتحرك من نقطة راح نقطة تانية؟ انكومن مش اتحرك من نقطة راح نقطة تانية؟ صح بالظبط. كده؟ يبقى مم. كده الافعال دي كلها بيجي معاها الزاين. خلاص ليه؟ لان انا ايه؟ اتحركت من مكاني. برضو الافعال اللي ايه، اللي بتدل على تغيير الحال. انت كنت صاحي ونمت، كنت عايش ومت. الافعال دي كلها برضو ايه، انا حالتي اتغيرت فيها، وبالتالي برضو بنستخدم زاين. طيب تعالوا كده ناخد ايه مثال. انا دلوقتي عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك ايه؟ ihr reist nach Deutschland. هو مسافر لألمانيا. طب انا عايز اقول لك هو سافر وخلص، يعني هو سافر بقى لألمانيا الاسبوع اللي فات. فهقول لك ايه ist letzte Woche nach Deutschland gereist. خلاص هو سافر ألمانيا الاسبوع اللي فات. ايه اللي حصل هنا مع ايه؟ المفروض ان انا احط هنا زاين. خلاص فانا صرفت زاين مع ايه فبقت ايه؟ ist. وهنا الفعل غايزن بقى ايه؟ gereist. فانت الفعل ده انا هبدي لك ابلكيشن مش فاهمة دلوقتي. الجملة دي. مم؟ مش فاهمة الجملة دي. انا هنا، هنا er reist nach Deutschland، هو مسافر لألمانيا، هو دلوقتي رايح ألمانيا. خلاص كده. مم. طب أنا عايز أقول لك هو سافر ألمانيا الأسبوع اللي فات، هو سافر وخلص.
يعني هو خلاص سافر ومشي وراح. يبقى هقول ايه؟ ايه است، مش انا قلت الفاعل وبعد كده زاين او هابن، وهنا الفعل بتاعي اصلا فعل متحرك، يبقى احط زاين. اه، فين زين بقى في الموضوع؟ هي لا است. امال است دي ايه؟ مش انا قلت مش بنحط التصريف بتاع زاين؟ اه مش انا قلت بنحط التصريف بتاع زاين، مش ايه بيجي معاه ايست؟ صح 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 ماشي. صح. وبعدين هنا ناخد دوتشلاند لألمانيا، وده الفعل مين؟ غايزن بقى ايه؟ gereist. طيب ليش خلاص. ما قلنا لا، فاعل؟ في ليش كلمة استخدمنا؟ يعني ايه؟ من الاخر كده، من الاخر الفعل اللي انت بتعمله وانت بتتحرك من مكانك حط معاه زي. مم. خلاص. الفعل اللي انت بتعمله وانت في مكانك استخدم معاه هابن، زي كلت شربت ذاكرت. لكن الفعل اللي انت بتعمله بقى وانت بتتحرك، زي سافرت رحت. خلاص. الافعال دي انت بتتحرك فبتستخدم زين بتصريفاتها او هابن بتصريفاتها. طيب انا هنا لسه قايل لك على موضوع مين؟ على موضوع الجي اي والتي والان دي. خلاص. الموضوع ده مش ثابت، يعني للاسف هو ايه؟ مش ثابت. هو اغلبيه الافعال بيكون اولها جي اي واخرها تي، بس انت لازم في الاول انت لازم تكون عارف مين الافعال اللي بتاخد التي ومين الافعال اللي بتاخد الان. فانت في عندك حاجه من اتنين: اما تروح لقاموس ارب ديكت هتلاقي هو بيديلك التصريف بتاعه، يعني انت لو كتبت الفعل هيديلك اصلا ايه التصريف بتاعه. خلاص كده. طيب في ابلكيشن تاني اسمه تصريف الافعال، ده هتلاقيه على المتجر. نزله هيدي لك برضه تصريف الافعال. طب انا تحت هنا هتلاقيني اصلا كاتب لك ايه افعال كتير بالتصريفات بتاعتها بالجمل بتاعتها. يعني انا هنا كاتب لك تقريبا يعني كل الافعال اللي انت اصلا يعني ممكن تستخدمها او ممكن تحتاجها. خلاص كده. أوكي.